مقاطع الريلز هي أسوأ محتوى اجتماعي ممكن يتعرض له دماغ الإنسان بسبب 4 حاجات: سرعتها وقصرها وكثرتها وتحولها بين موضوعات ومشاعر متناقضة وعكس بعض، وده بيسبب حالة من تبلد المشاعر والتشويش والتهنيج اللي صعب عقل إنسان يقدر يستحمله. فيديو فاضح لواحدة عريانة، بعده موعظة دينية، بعده فيديو سافر بيفسد قيمة الأبوة والأمومة، بعده خطبة حماسية عصماء، بعده أغنية عاطفية ومشهد حميم، بعده استخراج أشلاء طفل من تحت الأنقاض، بعده فود بلوجر غطسان في طاجن كوارع بالكريم كراميل. إيه ده؟ فين العقل اللي يقدر يستحمل العك ده كله؟ وبعد كده بيشتكي ولادنا من الاكتئاب والعصبية والقلق وانعدام الثقة في النفس واضطرابات النوم، وبنصحى الصبح على شباب زي الورد منتحرين بدون أي سابق انذار بسبب الاكتئاب والقلق. وده الطبيعي يا اخوان، مفيش عقل بني ادم يقدر يستوعب كل المعلومات المتداخله والمتناقضه والمتضاربه دي ويفضل عقل سوي ابدا، مستحيل.